هذا انتقاص لأهل المغرب، كأن في القوم شيء، أن أهل المغرب ليسوا أهل بأس. انتبهوا جيدا، من حرر بيت المقدس في زمان صلاح الدين بن أيوب، أقولها وفخر وأنا أفتخر، كانوا من أهل المغرب. سيدنا شعيب بمدين الغوث. ما لكم تريدون الدليل؟ الخليفة الكبير كان صلاح الدين الأيوبي، نعم رضوان الله عليه. أما القائد الذي اقتحم، والجيش والكتيبة التي اقتحمت بيت المقدس وحررته من الإنجليز، من ريتشارد ذا هارت اوف ذا لاين، قلب الأسد، قلب الخروف، يعني قلب الخنزير أعزكم الله، كانوا جزائريين. تدرون أين الدليل؟ باب المغاربة، حارة المغاربة، الباب الوحيد المفتوح الآن في بيت المقدس باب المغاربة، جسر المغاربة، حارة المغاربة. فهمتم؟ السلب والنهب الذي كان في ريتشارد أخذه الجزائريون فقط. وقانونا دوليا، لما العثمانيين خرجوا ما أمضوا فخري باشا رحمة الله عليه ما أمضى للإنجليز ولا الفرنسيين ولا الروس أي شيء، أي تسليم. داروا مواثيق، ما سلم، ما أمضى. هذه القطعة ما زالت ملك خاصة لدولة الجزائر، لأن هؤلاء القوم خرجوا من عين الدفلة وبجاية، وكان ببجاية أبو مدين شعيب الغوث وطائفة. ثم لما رجع صحيح توفي في تلمسان. قال القرطبي: المهدي من ماسنة، وأنا لا أميل إلى التلمساني، أقول ماسنة، وهذا اسم الجزائر القديم، مزغنة أو ماسنة.